من بعد أكثر من 3 شهور ديال الإضرابات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، التنسيقية ديال التعليم قررت أنها توقف الإضرابات، والأساتذة غادي يرجعوا للخدمة ديالهم بشكل طبيعي. علاش وقفوا الإضراب؟ وقفوا حيت إلا بقاو دايرين الإضراب عام، عامين، 3 سنين، 10 سنين كاع، واش كانت غتحقق شي حاجة؟ اجي نشوفوا الفرق بين النضال والاحتجاج. الإنسان كيدير الاحتجاج فاش كيكون عنده شي مشكل، فاش كيوصل للحل ديالو صافي هنا الاحتجاج كيوقف وكيسالي. اما النضال كيديروا الانسان فاش كتكون عنده شي قضيه كيدافع عليها. في التعليم في المغرب خاصو النضال ماشي الاحتجاج. هادشي اللي وقع في التعليم هو بدايه ديال المسيره طويله. الاصلاح ديال التعليم يمكنش يدار اليوم ولا غدا ولا العام الجاي، حيت التعليم ديالنا غارق مشاكل. اذا خاص بزاف ديال الوقت، بزاف ديال الصبر، وبزاف ديال التضحيه الا بغينا نحلوا المشاكل بشويه بشويه ونقيو التعليم ديالنا من الجراثيم اللي كيضروا بالتعليم ديالنا. واش اخباركم ان المغرب مكلاسي في الرتبه 123 في التنميه البشريه، وهذا المؤشر كيتبنى على 3 ديال المعايير اللي هما الصحه والتعليم وجوده المعيشه. الا هضرنا على التعليم وهادشي اللي وقع ديال الاضرابات والاحتجاجات، خاصو يكون تحول في المنظومه ديال التعليم، ووزاره التعليم خصها تفهم بان الاساتذه هما الاساس ديال هاد المنظومه، تحترمهم، تعاونهم، توفر لهم الحقوق ديالهم، وتوفر لهم قوانين تنظم الخدمه ديالهم، تعطيهم الحافز باش يعطيو اكثر. تختار اجود الاساتذه اللي كيدوزوا الكونكور، وتكون في اجواء كلها مصداقيه، لا غش ولا نقله. ودوك الاساتذه اللي غادي تختاروا من الكونكور خاص يدير لهم واحد الفورماسيون اللي هو حقيقي، باش هاكا نصنعوا احسن الاساتذه اللي قريوا ولاد الشعب. التعليم ديالنا كيتخسر عليه بزاف ديال الفلوس، ولكن للاسف الواقع ديالو غادو كيتكفس. التعليم اللي بغينا يتصلح خاصو الناس ديالو هما اللي خاصهم يتعطاهم الفرصه فين يتدخلوا ويعطوا الافكار ديالهم ووجهات النظر ديالهم. كنا شفنا ان الاساتذه مابقاوش كيتوقعوا في النقابات ونسحبوا منهم. واش هاد النقابات كيحسوا انهم عادي الاساتذه يهربوا منهم؟ المشكل هو ان هاد النقابات باش تبقى خدامه وتصرف على راسها كتاخذ الدعم من الدوله. زيد على هادشي ان كاينين شي ناس ما عندهمش شي خدمه مستقله من غير انهم خدامين مع النقابه وكيتخلصوا من عندهم. كيتخلصوا على هادشي مع العلم انهم ما كيديروا حتى شي حاجه اللي كتفيد الناس اللي منخرطين معاهم، في الوقت اللي خاص النقابات تدافع على حقوق الاساتذه والناس اللي منخرطين معاهم بحال العمال وزيد. حاليا كنشوفوا ان النقابات كيجيو من الحكومه ضد الناس اللي طبيعيا خاصها تدافع عليهم. اخيرا بغيت نقول ان الاصلاح ديال التعليم الحقيقي يلاه بدا.